المعنى واضح. دي مقابر شرف للحيوانات المنقرضة. الدودو مات من زمان بسبب الصيد. الناس كانت بتحبه ومش قادرين يستغنوا عنه. الماموس انقرض بسبب المناخ. مش بس كده، وبشوية مساعدة من الصيادين. كأن الكوكب عامل لهم حديقة تذكارية، كأنه بيقول لهم آسف، ما قدرتش أحميكم. واحنا بقى فين؟ أهو يا عم، آخر عضو في نادي المنقرضين. مبروك علينا، أخيراً بقينا جزء من التاريخ الطبيعي، مش بس التاريخ المسجل. سيبك من الكلام ده، دي تماثيل رمزية، أسطورة، فن، مش لازم يكون حقيقي. بس كل حاجة حوالينا كائنات انقرضت، كلها هنا في نفس الغابة، وواحد بس من نوعنا مرسوم في النص ومشقوق كمان. تحب نسميه إيه غير إن ده إحنا؟ بس مفيش عظام، مفيش جثث، مفيش مقابر بشر ولا مدن مهدمة ولا مباني. بالظبط. ممكن يكون المكان ده نوع من الاختبار أو درس. شايفين اللي حصل للأنواع دي؟ خافوا قبل ما يحصل لكم زيهم، بس مش معناه إننا فعلاً انقرضنا. أيوة، ويمكن كمان بعد ما تخلص الحصة يطلع لنا مدرس أحياء يقول اطلعوا كلكم من الVR يا ولاد. كده الدرس انتهى. لو كنا في تجربة أو VR أو معمل، مش كان زمان حد ظهر شرح كلمنا كتب ملاحظات؟ مفيش ولا أي أثر لبشر غير الرسم ده. إحنا مش تحت الملاحظة، إحنا جزء من المعروضات. سمعتوا؟ صوت جرس. ازاي؟ ده جرس مدرسة؟ ولا ده جرس كنيسة في نص الغابة؟ ولا جرس إنذار؟ لو في جرس يبقى في حد بيرنه، ولو في حد يبقى مش بس احنا هنا. مظبوط. مش هنقعد نتخيل مصير البشرية من زاوية تمثال، نمشي في اتجاه الصوت. أهو يمكن كده نلاقي قرية، معمل، أو حتى سجن، أي مكان فيه ناس. لو في سجن يبقى احنا بقينا في أقل درجة من الانقراض. بس ماشي، نمشي. ده جرس فعلا. شايفين؟ نفس اللغة، نفس الروح بتاعت ساحة الحجارة، بس هنا أعمق. ساعة رملية، كوكب واحد بيختفي، يعني الوقت بيخلص للأرض وللنوع ده. رسم تحذيري لطيف.
مالك؟ في حاجة؟ شكلك مش طبيعي. كأنك شفت عفريت ولا حاجة. في صوت، مش صوت جرس، صوت حاجة كبيرة. أهو حطيت إيدي أنا كمان، يمكن أسمع أو أشوف زيك. لو حصل هبعت لكم سكرين شوت أو نوتيفيكيشن. أنا مش سامعة غير صوت الغابة وبس. بيقول إن ده إنذار أخير. مين اللي بيقول فهمنا؟ مش مين، إيه؟ حسيت كأن الأرض نفسها أو حاجة أكبر بتتكلم. حلو، إحنا كده بقينا في مرحلة الأصوات الكونية. قال لك إيه يا عم الكوكب؟ النوع البشري خلص، الكوكب عايز يتنفس، وفي إنذار لسه لازم يحصل مرة أخيرة، واللي هيضربه لازم يكون من آخر وعي بشري موجود. مش كلمات بالظبط، إحساس، صور، بس المعنى واضح. يعني إعدام رسمي؟ إحنا نضغط على الزرار نمسح نفسنا؟ حلوة بنمسح نفسنا دي. انت كنت متوقعة ايه؟ حفلة تكريم؟ طب فرضاً ان اللي سمعته حقيقي، ليه انت؟ ليه مش انا؟ ولا هي؟ يمكن انا اللي لمست النقش الاول. يمكن مفيش معنى اصلاً غير ان في قرار لازم يتاخد. أنا مش عايزة أصدق إن حد أو شيء أو أي قوة ممكن تسلم القرار ده للإنسان بعد اللي عمله في الأرض. احنا مش متأكدين لسه من اي حاجة، مش متأكدين اننا منقرضين، ولا ان في قرار، ولا ان في جرس لازم نضربه. اللي انا متأكد منه ان في حاجة بتشدنا نكمل. الساحة دي، التمثال، البرج، الجرس، كأننا في مسار معين حد رسمه. الطريق اللي هناك شكله مش طبيعي، كأن كل حاجة في الغابة كانت بتوديله. ولو كل ده لعبة مصيدة نمشي فيها لحد ما نلاقي نهاية مكتوبة من غير ما يكون لنا رأي. ولو استنينا هنا هنفضل تايهين حوالين حجر وبرج مكسر. أنا عايز أشوف الآخر، عايز أشوف إحنا فين بالظبط. وأنا بصراحة لو هيكون في آخر، حابب أكون موجود في الصفوف الأولى. تمام، نمشي. بس لو حسيت في أي لحظة إننا رايحين نضغط على زرار يمسحنا، أنا هقف ضدكم.